اليوم غادي نكتشفوا في العالم كامل، ولكن بالضبط في اليابان، وغادي نكتشفوا أغرب الاختراعات اللي اخترعوا بالضبط في اليابان. ما عمركم تخيلتوها. اليابانيين بطبيعة الحال معروفين بالإبداع ديالهم في الاختراعات، ولكن بعض الاختراعات ديالهم تقدر تحيرك وتضحكك في نفس الوقت. يلا نبداو ونتمنى يعجبكم الفيديو. أول اختراع عندنا هو الوسادة صديقة الظهر. هاد الوسادة كبيرة بزاف ومصممة باش تكون مريحة للإنسان، كيعتمدوا عليها خصوصا الناس اللي كيبغيو شي حاجة ديال الراحة والشعور بالاهتمام، وما كتبوش من اللي قالوا الراحة هي سر السعادة. طبعا غير بغيت نفهم هاد الوسادة شنو هو المعنى ديالها، شنو هو المعنى ديالها في النعاس او شي حاجة بحال هكا. ما عندها حتى شي معنى، ولكن اختراع ما عنده حتى شي معنى في اليابان. الاختراع الثاني كات روبوت اللي معروف في اليابان بطبيعة. هاد الروبوت مصمم باش يكون بحال القطط اللي كترد على لمساتك وكتعطيك احساس بالحياة، ولكن الفرق بينهم هو ان هاد الروبوت ما كيتطلبش الاكل ولا تنظيم الصندوق ديالو بحال الى عنده او لا شي حاجه بحال هكا. ثاني اختراع هو المظله الشفافه. هاد المظله كتسمح لك تشوف السماء والناس وانت كتكون شويه مغمضه، يعني ما كاين لا ما ولا حتى شي حاجه، كيمنعك تشوف الطريق. دابا تخيل معايا تكون تحتها وكتحس براسك في شي فيلم ديال الخيال العلمي، او لابس دوك النظاره ديالو ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن في الواقع راه غير في الزنقه. اختراع الثالث آلة رباط الحذاء، أو هاد الآلة كتركب الحذاء ديالك وكترتب الرباط بلا ما تحتاج دير والو. الفكرة هي إنقاذ الوقت والجهد في الصباح، خصوصا إذا كنت بحال اللي دايما كتنتظر الحذاء ديالك. وتخيل معايا دابا يا سول نفس السؤال، واش غادي نحتاج نحلم ولادي يربطوا الرباط، ولا نخلي الآلة تدير كلشي وتتكلف بهادشي كامل؟ الاختراع الرابع الخوذة المزودة بالمروحة. هذا الاختراع او هاد الخوذة عندها واحد المروحة صغيرة في المقدمة ديالها باش تبردك الراس وانت كتمشي في الشمس، بحال كنتي في شي نهار تكون بزاف ومحتاج شي حاجة تكون بحال التكييف محمول. دابا تخيل معايا الناس في الشارع كيتسائلوا واش هادشي خوذة ديال السباق ولا مكيف هوائي محمول. وهذه كانت هي اغرب الاختراعات اللي لقيت في اليابان كامله. يعني الاختراعات فريمون عندهم حتى شي معنى في الحياه. واش كاين شي اختراع عجبكم في هاد الاختراعات كاملين، ولا لقيتو شي حاجه اغرب خليوها لينا في التعليقات، ولا بغيتو ديروا جزء ثاني في هادشي تبع الاختراع اليابان قولوا لي في التعليقات. وما تنساوش تشاركوا الفيديو وتديروا لايك باش نبقاو نقدم لكم اكثر من هذا المحتوى الممتع. نتلاقاو في الفيديو الجاي.